كل شيء بهالدنيا صاير بورصة، بيطلع وبينزل، حتى أسهم الدول بتطلع وبتنزل. زمان كان ما فيش غير تصنيف الفيفا، بنفوز على قرقستان بصير ترتيبنا 94، بنخسر بعديها من العراق بنرجع لل 114. الله وكيلكم، يا 94 يا 114، فيش حل وسط. هسه صار لكل دولة بالعالم إلها ترتيب، بالحريات إلها ترتيب، غلاء المعيشة إلها ترتيب، بمكافحة الفساد إلها ترتيب، بقلة الهيبة حيشاكو إلها ترتيب، وبالسعادة إلها ترتيب. وعلى طار السعادة احتلينا بآخر تقرير لمؤشر السعادة رقم 80 على العالم. أظهر تقرير الدول الأكثر سعادة الذي نشرته شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة أن الدنمارك احتلت المرتبة الأولى عالمياً من حيث سعادة سكانها، وأن الإمارات هي من أوائل الدول الأكثر سعادة عربياً حيث جاءت في المركز 28 عالمياً، في حين احتلت الأردن المرتبة 80 عالمياً وجاءت بوروندي أخيراً. وتناول التقرير الذي يصدر للسنة الرابعة على التوالي بالتحليل ظروف الحياة اليومية في 157 دولة، من بينها نظام الحكم السياسي ومستوى الفساد في المجتمع والتعليم والصحة والأجور، وقدرة الأفراد على تقرير مستقبلهم. هذا وكشفت أحدث دراسة جرت على المادة الوراثية للإنسان أن السعادة مرتبطة بجين معين، ويملك مواطنو العراق والأردن وشرق آسيا والصين وتايوان على سبيل المثال قابلية أكبر للسعادة بفعل ارتفاع الإيل الواحد في أجسامهم. وينبه الباحثون إلى أن الجينات ليست العامل الوحيد في السعادة، إذ ثمة عوامل خارجية تتعلق بظروف الحياة، وفق ما ذكر موقع ديلي ساينس. في 79 دولة قبلينا أسعد مننا ومكيفين أكثر مننا وراضيين وبتصهونوا لحالهم. طبعا مين المحتل التوب 5 بالوطن العربي؟ إخوالنا ربع الخليج. وماله جمسات وبترول ورز بسمتي وفيمتو بيطلع لهم زينا مقضينها نشلخ برغل ونطرقع شنيني وراه. بس بيني وبينكم أنا مكيف إنه طلع لنا تصنيف أصلا. يعني كنت أفكر إنه يا دوب يطلع لنا يا بعد رواندا يا بيطلع لناش. يعني لو ياخذوا مني هسه خزعه ويفحصوا الجينات اللي عندي بتلاقي كل جين حواجبه الغلظ وبقرقط بشواربه من الزعل. مثلا بقعد اولادك الصبح هذا السمح فيهم والمبتسم شبه عبد الملك الحوثي تبع اليمن، قرفانين القعده، زهقانين المدرسه، اللي مضيع اجراباته، اللي ناس يحضر واجباته، وهذا اللي مش ناسي شيء كل اغراضه جاهزه وضعه لوز بتلاقيه مدلي بلاطمه هيك ومجحر عيونه شبه راؤول كاسترو. اخذت يابا مصروفك هم 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 هم، وكيابا ربيت اغراضك هم هم هم، كتبك جاهزات هم 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 هم. طبعا ولا بتفهم عليه شيء. طب بالله عليك وبالله عليك وهذا على اي مؤشر سعاده بدي احطه؟ مو كل من ضحك لك هذا صح. بصراحه يعني ما بلومهمش، واحنا يوم كنا قدهم تعقدنا واحنا اللي ورثنا لهم النكاده اصلا. اقعد مليح، انهض بنطلونك، ارفع سحابك، ضب لسانك، تقرقط شظافرك، تلحس شقيمه، يا زلمه شو بدك فيه واني باقي لاحس مرق وانا؟ ترى أنا بحكي على الصغار بس الواحد ترى أقطع منهم بالنكاد وحمة البال. هذيك اليوم الجمعة مش اللي راحت لا اللي قبليها من الصبح في إشي حام بالي، قعدت متنكد أتذكر شو ينكد علي مش عارف، في إشي بس منكد علي شو هو. آخر شيء تذكرت إني باقي واعد الأولاد أخذهم رحلة، لهالسبب صبحت متنكد، وفعلا طول الرحلة ولا كلمة. وكل ما أشوف الجو صافي الأولاد قاعدين بيلعبوا على العشبات أقول بصوت عالي حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب ما لنا غيرك ولا نعبد سواك. طبعا مش انا فضفض عن صدري لانه كابسه على نفسي شمت الهواء. مش بس بشمات الهواء، هسه بالعروس المفروض ام العريس مثلا تكون فرحانه ومع هيك بتلاقيها مكشره وبتسحج زعلانه كثير. قال ليش بغنن للعروس؟ طب حج ما هي تشنتج يعني هي باقي برانيه تشنتج. بلاش هاي، فوتوا على اي صوره مناسبه بالمواقع الالكترونيه انت نفسك بتحتار اللي قاعدين بالصيوان جاهد فرح ولا عزا، لانه نفس التقاسيم تجحير وزن براطم والحواجب زي اشاره الدولار بالانجليزي. حكينا على الأسباب الجينية، هسه في أسباب خارجية مثل عدالة الرفاهية بين المناطق، يعني زي عمان الغربية وعمان الشرقية. أنا هون في عندي مؤشر واحد بالرفاهية بين قسمين عمان الغربية والشرقية اللي هو القطاط. القط تبع عمان الغربية بتلاقيه أبيض وناصح ومعفلط ونعنوع بس يسمع خربشة بفل، وتبع عمان الشرقية بتلاقيه مشحبر وعور وذيله مقطوع وبدخن جولد كوست.
هاي بالنسبة لتفاوت العدالة بين المناطق. في مؤشر كمان بقول لك الناتج المحلي الإجمالي للفرد، طبعا سلامتك الراتب هو عمره ما تغير. في مؤشر ثاني مستوى الصحة، مستوى الصحة ما هو يا سكري يا ضغط يا بروستاتا للزلم، والنسوان سكري وضغط وتكلس بالرقبة. متوسط العمر، متوسط العمر نفسي واحد من عشيرتنا ينط فوق ال 65، بتلاقيه بس يوصل لل 64 بحج وبزكي وبطوب الدار وبظله حاط وردة على صدره زي توم وجيري بيستنى بالموت. الفساد يا حبيبي الحمد لله الحمد لله بالنسبة اللي عندنا اللي بيسرق لا يمكن يسكتوا عنه هون، بيروحوه من شغله ثاني يوم بس بحطوه يا وزير يا سفير. أما حرية اتخاذ القرار فهاي سلامتك المواطن الأردني لا قرايته ولا وظيفته ولا جيزته من راسه كلها بتآجر فيه. أصلا يوم تحطه يتخذ قرار بيعجق الدنيا قد ما انمرست شخصيته مرس الزلمة. وبتقولوا لي سعادة؟ أي الواحد يوم يتذكر إنه المسؤولين بترايحوا عليه مرايحة زي شوفيرية باصات العمرة، الجد رئيس والأب رئيس والابن رئيس، يعني بس ينعس أو يزهق من المنصب بروح بسلمه للي وراه، بتطيب نفسك من الدنيا كلها. ويوم تتذكر إنه مديونية البلد لحد هسه 23 مليار دينار بتجيب قشعرية الواحد، ولما ما نعرف لوين رايحين ولوين راح نوصل بتخليك تظلك تبلع ريقك ومفنجل عيونك من الخوف. السعادة مش قصة غنى وفقر ولا فانتزي وسهر. أنا برأيي السعادة عدالة، متى تحققت العدالة بتنور السعادة.